نازلين النهارده انتهروا الولا موسى، ولقيت هايدي الاقيها عايزه تساعدني، وبدل ما تنضف العربيه طينتها اكتر، وقلت ما شغلكش حاجه يا خلود، ده في واحد جنبي هنا في محرم بيه لسه فاتح جديد اسمه باروش، وده يا سيدي بيحول لك عربيتك من طقطق للسلام عليكم ب 80 جنيه بس. وعد معاه الخطوات يا معلم. اول حاجه بينطر التراب، تاني حاجه بيجيب حاجه زي مكنسه الكهرباء كده وبيشيل كل التراب اللي موجود في العربيه واللازم منه، وبعد كده بينزل على الاربع فرد وينضفهم من كل حته، وبعد كده بيشغل المسدس علشان ينزل التراب اللي عليها. وقلت بالمره خلود نروق على الموتور وندي واحده كده نظافه. وبالمناسبه كده غسيل الكيماوي والتلميع وكل ما تتخيله بالنسبه لتنظيف الموتور ب 50 جنيه بس. خلصنا الموتور وروقنا عليه ونزل بالشاور جيل على العربيه عشان يغسلها بالكامل، خرج الدعكه المحترمه، وبعد كده بدا ينشف ويلمع الازاز وينزل المايه كلها من عليها. واي حد عايز العنوان يكتب لي كلمه تم هبعت له اللوكيشن على طول. وفي نفس الوقت كان في واحد صاحبه بيغسل الدواسات عشان تلحق تنشف ويحطها في العربيه، وواحد تاني بيلمع العربيه بالكامل من جوه وكمان يرش لها برفان. وانا عايزك كده تتخيل معايا شكل العربيه قبل وبعد، وكل ده ب 80 جنيه. وبالمناسبه كده كل الاسعار انت سمعتها في الفيديو ده مكمله معاك لحد 25/10، يعني في كل الحالات هتدلع اخر دلع. وزي ما شفت كده كل الماتيريال اللي شغالين بيها معظمها كلها بريميوم، علشان كده قلت اديها واحده بولش بالمره. وكمان عاملين خصومات حلوه قوي على البولش اذا كان الازاز او العربيه، والخصم ده بيوصل لحد 25%. ونيجي بقى لاخر مرحله، وهو انه بيحط لك ورق في الارض وفواحه وبيكسر العربيه بالكامل من جوه، ثم تفحيم الكاوتش، وكمان بيغسلوا سجاد المتر ب 15 جنيه. ونيجي بقى العنوان سهل وبسيط. بص بقى سيدي، لو انت جاي من الشاطئ هتخش قناه السويس وتيجي من عند النجار وتاخد اللفه الحلوه دي وتفضل ماشي مع الترام مع نزله كوبري محرم بيه، وكده على يمينك هيبقى السوق، وكده يعتبر في غاطة الصعيدي جنب بلاي ستيشن الملعب.